عليكم، مرحبا بكم. وصفة اليوم غادي تكون عبارة على وصفة أساسية، هي وصفة الصلصة رائعة كنتبلو بها كل أنواع ديال اللحوم البيضاء، سواء تعلق الأمر بالدجاج أو لا بالسمك، كتجي من ألذ ما يكون. كنحضروها كيمكن لينا نخليوها في الثلاجة، هي كتاخذ معنا تقريبا ما بين التحضير والطياب ديالها واحد ساعة حتى ساعة الا ربع هكذاك. كنحضروها نوجدوها في الثلاجه، كنغطيو بها بالزويته، وقت ما بغينا نستعملوها كنستعملوها كيف ما قلت، كتجي لذيذه بزاف. شنو فيها هاد الصلصه هادي؟ فيها الفلفله حمراء حلوه، سكينجبير بزايد، البصله، وكنديروا معاها لا صوص دو بواسون او لا الفيش صوص، الصلصه ديال السمك اللي كنستعملوه في تحضير الفطيله ديال الحوت. صافي هادو هما المكونات اللي كنحتاجو. كناخذوا البصله بيضاء بطبيعه الحال، كنديروها في الخلاط اليدوي باش يلاه كنيلوها مزيان، حتى يمكن لينا ندوزوها في الحكاكه الغليظه الا بغينا، وكنخليوها كطيب. كنديروا لها كميه مهمه ديال الزيت، انا استعملت زيت الزيتون، يمكن لكم تستعملوا اي زيت نباتيه بحسب اللي متوفر عندكم. اذا كنخليو هاد البصله كتشحر عافيه مهيله دائما، ما كنديروش الملحه اللي غادي تعاوننا باش انها تطلق داك الماء الطبيعي ديالها ونربحوا الوقت، لانه هاد الصلصه ديال الحوت او لا صوص دو بواسون مالحه، فبالتالي تقدر تجينا فيها شويه الملوحه. بالنسبه للفلفله الحمراء تناخذوا فلفله حمراء حلوه، كنقسموها، نحيدوا لها الزريعه ونحيدوا لها الراس ديالها، والفلفله كتكون مقطعه طريفات. بالنسبه للسكينجبير قشرته ومن بعد قطعته طريفات، وكنجيب الطحانه ديال اليد كندير فيها هاد المقادير كامله ونيلها، نطحنها مزيان حتى كتولي منيله. هنا بالنسبه للبصله عافيه مهيله، تبقى كتشحر في ديك الزويته وحنا كنحركوها حتى كتبدا كتذهب. ضروري تاخذ واحد اللون حمر كامله، لون هكذا غادي للذهبي ماشي حمر، وانما غير بحال كتولي دايره بحال شكل الكراميل. عاد باش كنزيدوا عليها الفلفله الحمراء اللي طحنا هي وسكينجبير، كنخليو داك الفلفله الحمراء هي وسكينجبير كيطيبوا. في نص المرحله ديال الطهي كنزيدوا لاصوص ديال الحوت او لا صوص دو بواسون. بطبيعه الحال هاد الوصفه هذه كتاخذ شويه د الوقت، كيف ما قلت لكم في بدايه الحلقه، هاد الصلصه تاخذ ما بين ساعه الا ربع حتى ساعه باش كتوجد، لانه ضروري جدا طيب على عافيه مهيله باش تطلق لينا البصله حلاوتها. اللي كيميزها انها كتجينا حلوه، حنا ما كنديروا شيء فيها لا سكر لا عسل لا والو، كتجينا حلوه، كتجي فيها واحد النكهه هكا خفيفه ديال الحوت لاننا كنستعملوا فيها لا صوص دو بواسون، وكتجي فيها ديك اللسعه ديال السكينجبير. فبالتالي منين كنستعملوها كيمكن لينا نستعملوا معاها باش نخلقوا داك التوازن الذوقي ما بين هاد المقادير هذه كامله اللي دايرين معاها. كنديروا شويه الهريسه، هي بطبيعه الحال كتبقى اختياريه، وبما انني انا دايره الدجاج فغادي نستعمل الثومه ما كتكونش مع لاصوص، الثومه كدار بوحدها. بالنسبه لكيلو ونص هكاك ديال الدجاج غادي نستعمل 2 ديال الفصوص ديال الثومه. بالنسبه للتتبيله خدينا 2 ديال الضروس ديال الثومه حكيناهم، زدنا عليهم لاصوص ديال الفلفله بالسكينجبير اللي طيبنا، من بعد زدنا الهريسه وكتبقى اختياريه. كيف ما قلت حنا ضروري نخلقوا داك التوازن الذوقي، لانه لاصوص حلوه، فبالتالي يعني حلاوه طبيعيه ديال الفلفله الحمراء حلوه وديال البصله. كنخلطوها مزيان وكنستعملوها باش كنرقدوا الدجاجه. نتوما غادي تشوفوا معايا انا رقدت وحده البارح، لانه خصها ضروري تبات في التشرميله اللي وجدنا، كنديروها في الثلاجه وكنخليوها وكنستعملوها للغدا. كنشدوا الدجاجه كنكونوا محيدين ليها السلسول باش كنحضروها على شكل بولي اون كرابودين. كنفلحوا، انا كنقلع الجلده كامله بصباعي، كتكون الدجاجه مغسوله مزيان، كنستعملوا ليها القشره د الحامض والسكينجبير مهم جدا، ونخليوها راقده في داك الماء، ما نديروش الملح وما نديروش الخل، غير الحامض والسكينجبير، القشره د الحامض عاد كافيه باش انها تحيد لينا الزفوريه من الدجاج. كنخليوها مرقده واحد ساعتين ولا 3 باش يحيد من هذاك الزفار، وكنشفوها نحيدوا لها السلسول ونقلعوا الجلده كيف ما كتشوفوا معايا. كنفلحوا فين ما كانت الهبره سواء في الفخاد او لا في السدر، وكنعمروا كل شيء بداك التشرميله، كنغطيوها ها هي دي وندخلوها للثلاجه، كنخليوها تبات في الثلاجه. انا وجدت هذا اللي بيت عندي من البارح. شنو احسن حاجه تقدر تجينا مع هذا الدجاج، والابسط والاسهل والالذ واللي كلشي غادي تعجبو، هو البطاطا. كناخذوا البطاطا نحاولوا اننا نقطعوها شرائح اللي هي رقيقه، ما تكونش غليظه بزاف. غادي نديروا شويه ديال المرق ديال الدجاج، الا ما كانش يديروا غير الماء، تقريبا قيمه واحد نص كاس. ما غاديش نستعمل الملحه، ما غاديش نديرها على حسب انه عندي لاصوص مالحه فيها، داك لاصوص ديال الحوت مالحه. وغادي نهز الدجاجه وغادي ننزلها بحال هكا، غنزيد طريفات ديال الزبده وغادي نغطيها بالبابي سولفوريزي، من بعد ندير فوق منها ورق الالومنيوم وندخلها للفران نخليها كطيب على درجه حراره 200. منين تنحس بانه الدجاجه بدات كتطلق داك الماء اللي فيها
حيت هي غادي تطلق الماء الطبيعي اللي فيها. غادي نعري نتكوها نشوفوها واش باقي فيها الدم، خاصها تبدا تطلق الماء اللي يكون سايل منها يكون ترونسبارون ما يكونش فيه الدم صافي، ونعريوها ونخليوها تكمل الطياب ديالها حتى كتحمر. ما تنساوش الوصفه اللي حضرنا ديال لاصوص هي وصفه اساسيه كنستعملوها التتبيله اللحوم البيضاء، الدجاج اولا الانواع ديال السمك. بالنسبه لهاد الوصفه هذه غادي تشوفوا معايا كنقدموها بحال هكذاك في الطبق ديالها فاش طابت. نتمنى لكم شهيه طيبه، الى اللقاء.